مرة أخرى مع الدكتور هلالي وبنفتح دماغنا نقدر نفكر. خلاص احنا قدرنا نعرف قاعدة، إنما العكس بقى لما يبتدي قبل ما نقول العكس، سيادتك قلت فكرة جميلة وهي فايدة الشك في حياتنا ايه؟ فايدة الشك التحول من اليقين للشك ومن الشك لليقين. إذا الشك همزة الوصل اللي تحول يقينك أو غلبة ظنك. ما هو الأفضل كلمة اليقين دي بنقولها تجوزا، لكن الحاجة غلبة ظنك، غلبة الظن تتحول إلى غلبة ظن معاكس. إزاي؟ الإسلام بيسمح بالشك في كل حاجة. إن بعض الظن إثم، ما قالش كل الظن إثم. إذا سيادتك لما يكون ضايع منك مال أكيد هتشك في زملائك اللي كانوا موجودين في هذا المكان، أو هتشك في يعني من كان قريب من مسرح الجريمة. ده بداية الشك. بداية الشك دي هتوصلك للخيط. أما اللي هتعمل إيه؟ هتقول ما لا أعرف، إذا لابد من الشك. والشك ده بنسميه حتى في الفقه الإسلامي اللوث. اللوث اللي هو التهمة. والاتهام أمر منطقي وأمر قانوني قبل الإسلام وبعد الإسلام. طب عايز اسالك سؤال، من حقك تتهم قد يكون يعني حساس شويه. في بعض الناس بيجي لها في اوقات من حياتها، وانت عارف انه اغلبنا قد اسلم ابا عن جد. نعم. يعني اغلبنا لم يسلم الاسلام اللي هو انه هو قرأ اختياره وجاب الكتب السماويه الاخرى وقارن. اغلبنا صحيح، او هكذا اظن. بيجي وقت ممكن مثلا يشك انه مثلا انه الاسلام هو اعظم الاديان، انه في مثلا احاديث ليست صحيحه، انه في ايات قرانيه ليست صحيحه في الوجود ذاته. هل الاسلام بيقف موقف من اللي بيشك الشك ده برضه موقف له وجاهه يعني؟ لا، ده بالعكس. ده يجب على الانسان انه بعد لما وقف على رجليه انه يبدا يقف على رجليه بنفسه، لا بوقفه ابيه له. يعني ابوه علمه لحد لما مسكه المصنع، ما ينفعش يقف يمسك المصنع من غير ما يقف هو بقى على رجليه بنفسه، مش بوقفه ابوه. نفس الامر، ابوه وقفه على رجليه في علاقته بالاسلام. لما بلغ علموا الصلاه والصوم والرشد وبدا يفهم، يبدا يقف على رجليه اسلاميا بنفسه لا بوقفه ابيه له. ده اجباري. وده من مناسبه اصل التعدديه الفقهيه. لما بذكر الفقهاء يعني بيذكروا الاقوال الفقهيه في المسائل الواحده، علشان سيادتك لما تختار بتختار عباده لله، مش عباده للشيخ اللي وجه سيادتك. يعني لابد انك تختار الوجه اللي انت ستعبد ربك بيه وتقابل ربك بيه، لكن لا يصح انك تلتزم بحسب الامر، والا المسلمين انت شايفهم اسلموا باعتبار ابائهم كانوا سبب في اسلامهم، هم اللي بيسمعوا كلام الشرع بحسب كلام الائمه وبحسب كلام من يوجهونه. فاصبح الكل مسكسوق لا بفكر ولا بعباده مستقله. لا يعني ما فيش شيء في الاسلام ان الانسان يشك في وجود ما في شكل ما. انت فاهم انا اقصد ايه؟ لا، اصل مرحله الشك ديت هي بدايه لمرحله سؤال. الشك زي سؤال وجواب. يعني زي ما ابنك يعني هل في من الفقهاء مثلا من قدم ادله مثلا على الوجود، على صحه الكتاب، على يعني هل في ادله في الفقهاء في الاسلام؟ طبعا يقيني. يعني لما تيجي تتكلم في ثبوت الكتاب وثبوت السنه وثبوت الادله التي ناخذ، امال ايه؟ لا، ده علوم مش علم واحد. ادله على وجود الله سبحانه وتعالى، ده قسم اسمه قسم العقيده. انت ممكن حضرتك تقول لنا مثلا 10 ادله من الفقهاء لقوها على وجود الله سبحانه وتعالى؟ مش ان انا شاكك، انما يعني عايزين نشوف لاي مدى الناس كانت بتقدر تفكر. يا ده الاعرابي الذي قال البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، الا يدل ذلك على السميع الخبير؟ كلامهم المنطقي البسيط. يقول لك احنا لو جبنا من الكتاب ولا السنه ما حدش يصدقنا. لو انا جيت قلت لك ايات قرانيه تدل على وجود الله او احاديث تدل على وجود الله، هتقول لي ده نصوص. فيجي يقول لك لكل صنعه صانع، لكل محدث، لكل حدث محدث. فمن الذي احدث هذا الكون الذي نراه في
منظومة مستقرة ومنظومة متقنة أكيد وراها خالق، مستحيل تكون صنعت نفسها. مين الخالق ده؟ هو اللي كونها. مين الخالق ده؟ هو اللي فعلها. في ناس فأنت بتؤمن به ولم تره. في ناس بتعد بالمليارات عندهم نظرية غير دي خالص. نعم. يعني هذه النظرية اللي احنا مقتنعين بيها، في ناس بالمليارات عندهم نظرية غير دي خالص. شوف لما تيجي تبص للنظرية التانية هتلاقي محجمة، زي ما كان الفكر السابق لما يلاقي كوكب يقول هذا ربي، يلاقي القمر يقول هذا ربي، يقول الشمس هذا أكبر. الذين يسجدون للصنم الذي يصنعونه بأيديهم ويجعلونه رمزا للإله، ده كلها صنعت إنسان. بعد كده ثم العقل بقى يقول ازاي يكون الخالق انا اللي فعلته؟ ازاي يكون الخالق مثلي في الخلق؟ ده احنا بنرفض الوهية فرعون اللي هو بشر زينا زيه. يعني سيدنا موسى نفسه وصل لأعلى مراحل الشك، يعني ده كليم سيدنا إبراهيم كليم الله. نعم. فيعني ربنا كلمه خلاص، يعني اكتر من كده يعني هنعمل لك ايه دليل؟ يعني دي مسألة مش محتاجة اكتر من كده، ولكن قال له اشوف يعني اراك، يعني وصل للمرحلة دي، ففي شك اكتر من الشك يعني وده نبي. دعوته لرؤية الله سبحانه وتعالى يعني ربما لا تكون شكا. لما رد الله عليه قال لن تراني ولكن انظر جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فدليل على ان هذه من المعجزات التي تحدث من اجل ان تتناقل وان ناخذ بها درسا. الخالق جل وعلا، على فكره ايماننا بالخالق ده ايمان حقيقي وايمان تقبله الفطر. ممكن اسالك سؤال؟ انا عارف ان احنا داخلين في حته صعبه، بس يعني بما ان حضرتك عندك القدره على ان احنا نكمل فيها كده، ليه يعني كيف تم الربط بين ان اله ابراهيم او اله موسى الذي تم يعني الحوار معه على الجبل هو نفس، يعني كيف يتم الاثباتات ديت؟ هو نفس الاله محمد، هو نفس اله، يعني كيف يتم هذا؟ كيف يتم الربط؟ ما انت لما تجد عدم التغيير وان الاله هو ما وراء الطبيعه التي المصنوعه مكون كل شيء، اذا هيتغير ازاي؟ مكون ما كان في اول عهد ادم هو نفسه المكون لهذا الكون لاخر انسان ومخلوق في الدنيا. الاجابه واحده، نفس المنطق واحد. هو انت بتعبد حاجه معينه هتتغير؟ طب مفيش تغيير. ازاي انت شايف بتعبد المطلق؟ يعني شايف الحقيقه ديت وهي ساطعه كده، ان ازاي العالم كله لم يتفق على هذا؟ ده كل واحد له اله. يعني ده احنا عندنا، بقول لحضرتك، بمليارات يرون الها اخر ومقتنعين زي ما حضرتك. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله، هيقولوا الله. بس الله بقى مين؟ تفاجأ في مصالح معينه ومشارب اخرى تجعل ان فيه من يريد تحجيم وتجييش ناس. حضرتك انما هو رايه نفس اللي انت بتقول عليه. لما تيجي تقول له ده الدكتور الهلالي بيقول ان الهكم غير الهنا، هيقول لك لا، ما اصل الدكتور الهلالي ده عنده مصلحه وتحكيم. لا هو الاله. طب هو الاله بتاعي انا اشرت اليه الا بالمعنى. قلت الخالق المطلق، الرازق المطلق، العالم المطلق، الرحيم المطلق. قلت هذا ما وراء كل شيء هو الذي اؤمن به. اذا ما فيش شخص معين ولا شكل معين ولا جسد معين ولا هيكل معين ولا رمز معين اشرت اليه. ده احنا بنعبد شيء لا يرى، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. لا ندركه بابصارنا، ولكن ندركه بايماننا. منين انه الهك اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو اله اقوى واكبر واعظم؟ اهو الاله الوحيد عن الهه هو. اقول لك يعني يعني اذا كانت هي اوبفيوس زي ما التعبير بس شوف الانجليزي. شوف بقى الاجابه ايه. انت بتقول الهي اكبر، لا ده الاكبر الاعظم. طبعا طيب. هو الاكبر والاعظم، ولكن ليه في اذا كانت الحقيقه بهذا الوضوح، في مليارات يرون حقيقه اخرى تماما ويرونك انسان في عالم الوثنيه. يعني في ناس تانية زي ما انت بتراهم وثنيين. عارف الوثنيه ليه؟ الوثنيه اللي بيقول وثنيه يبقى لازم تجيب مجسم. ما عندناش مجسم.
ما عندناش مجسم، ده احنا بنعبد الخالق المطلق الاعظم. لا الاكبر. البوذيين برضو عندهم خالق مطلق واعظم واكبر والاخر كل شيء، وفي عندهم ارواح، في ناس عندها حاجات. يعني عدد الالهه اللي موجودين في العالم الان كثير جدا، وطبعا الله عز وجل هو يعني الاكبر، يعني دايما لازم اكرر. ولكن ازاي حضرتك بتقول لي انه احنا الاثباتات واضحه وكل حاجه واضحه، وفي ناس تانية بالمليارات ترى ما نفس اللي انت شايفه فيهم بالظبط؟ شيء طبيعي ان هذا الانحراف في البشري موجود. انحراف بالتاكيد. يعني هو البشر بيمشوا على طريق واحد، ده شيء طبيعي لابد يحدث من انحراف. وما اكثر الناس ولا حسب مؤمنين. يعني ليه يقينك ان هو منحرف؟ ليه اليقين ده؟ لان عارف سيدنا محمد قعد في مكه كم سنه يدعو الى التوحيد؟ 11 سنه يدعو الى التوحيد. تخيل كده لما يكون الرساله الوحيده او الرساله الاعظم التوحيد، باقي الشرائع يعني كانت بين كونها مستحبه او كونها فرض ده مختلف فيها، لكن الفرض الوحيد اللي كان بيكرس كل جهده فيه ما تعبوش الاصنام دي. عارف كان الكعبه فيها حوالي كم صنم؟ 360 صنم، كل صنم بيعبر عن مين؟ عن اله. من امتى؟ من عهد سيدنا اسماعيل الى عبد الله ابو سيدنا محمد، 20 جيل، 20 حفيد. ما هو سيدنا ابراهيم خلف ايوه طبعا اسماعيل، وخلف من ستنا ساره، ده من هاجر، ومن ستنا ساره خلف اسحاق. اسحاق في ذريته الانبياء، كانوا دول قاعدين في الشام فلسطين. اما سيدنا اسماعيل اللي اخذوا ابوه الى بيت الله الحرام، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه، وقال هذا الدعاء المشهور. وبقي اسماعيل عليه السلام في مكه المكرمه، كان بدين ابراهيم ابيه، دين توحيد. تخيل بقى كده، ابنه اسمه عدنان، ابن عدنان بقى نزل لحد عبد الله ابو طالب، ثم عبد المطلب، ثم عبد الله، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. 20 حفيد. في ال20 حفيد دول انحرفت الجزيره العربيه الى 360 اله في 20 حفيد بس، فما بالك بالاوضاع المختلفه. 360 صنم كانوا حول الكعبه. ولما سيدنا رسول الله فتح مكه، لما حد يسالك يقول لك يا دكتور مثلا جالك واحد من بره، جالك واحد من اليابان مثلا وسالك السؤال اللي هم لغايه النهارده بيجوا كلهم يكلمونا، بقابل يابانيين، بقابل صينيين، فين ربكم؟ او مين قال ان ربكم هو الرب الاوحد؟ ايه الدليل على وجوده؟ ايه الدليل على انه هو ده الرب الوحيد اللي موجود؟ اما الاوحد فلانه الاوحد عبدناه، نحن نعبد الاوحد. انت هتزعم اخر، احنا بنعبد الاوحد. خلاص المشكله اتحلت. يعني هنتنازع ليه؟ هو نسب الاوحد لمين؟ لشخص او لجهه؟ انا بقى نسبت الاوحد للاوحد اللي انا مش مدركه ببصري او بملكات البشريه، لكن مدركه بايماني الاوحد. ايه الدليل؟ ان انا ما اتخلقتش بغير خالق. مين هو الخالق؟ ما هو عنده نظريه ثانيه لخلقك، الانفجار الكبير وانه الدنيا ما بعد الانفجار الكبير. ما بعد الانفجار الكبير وما بعده المطلق الاخير، الاول الذي لا اول له، والاخر الذي لا اخر له. يعني في النهايه بقول له ايوه هو عنده اثبات للنظريه دي. طالما اثبتها يعني هو عنده سيدي، هو عنده اثبات. دايما لما نيجي نقف معاهم في الحته ديت وجوديين وبتاع وكده. طب بس لحظه، هو عنده اثبات، اذا هو فقه، اذا هو العبد هذا المخلوق ده فهم. ما دام فهم يبقى مستحيل يكون ده الاله، لان هو ما فوق الفهوم. ده رايك انت؟ لا، لان مش رايي انا. بعبد مين؟ انا بعبد اللي بعد بكل شيء. ده راي ديننا احنا، انما دينهم هم في كلام تاني خالص. يعني ايه الشك بتاعي علشان انا هو بيبقى عنده. الغزالي اذكر له مقوله بعتها للزمخشري، بيقول له: كل من يفهم عني ما اقول قصر القول فذا شرح يطول، هو سر غامض من دونه قصرت والله اعناق الفحول.
أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم؟ فقل لي يا جهول. أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول، فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها تضول، كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، كيف يحكى الرب أم كيف يرى، فلعمري ليس ذا إلا فضول. فهو لا أين ولا كيف له، وهو فوق الفوق والكل يزول. يعني ما أبعد ما تتخيله هو ما نعبده، القوة المطلقة. بعت الأبيات دي للزمخشري، كان بيسأله الرحمن على العرش استوى يعني إيه استوى؟ فكان بيعتبره الزمخشري معتزلي، اللغة العربية معتزلي يرى بأن هو بيقول التأويل، يرى التأويل. فبيسأله يعني باعتبار أن الغزالي من أهل السنة لا يرى التأويل، استوى يعني جلس جلوسا ربنا بيجلس لا نعرف كيفيته. يعني ليس كمثله شيء، له يد ليست كأيدينا، له أعين ليست كأعيننا، وهكذا. لكن كيف تكون؟ فبيسأله يعني جلس ازاي؟ فيعني مناوشة العلماء بعضهم لبعض. يعني الحوار اللي احنا عاملينه ده دلوقتي كان الناس بتتكلم فيه اللي هم الأكثر ورعا والأكثر إيمانا ده في علوم كده، علوم رهيبة، كتب تتحدث في هذا الموضوع. احنا عايزين يعني خلينا في أرض الواقع في قضيتنا. ولكن كان فكرة الشك نعم. وده أهم شك موجود في الحياة. الشك بقى اللي هو في التعامل في الحياة. طب هنطلع بس فاصل إعلان ونرجع تاني. اتفضل. ونكمل مع حضرتك. اتفضل. وممكن يبقى عندنا فرصة ناخد اتصالات هاتفية كمان. اما ناخد بس جزء من المعلومة ان شاء الله. حاضر عينيا. هنطلع فاصل إعلان ونرجع تاني، ابقوا معنا.